ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. الشتاء قرب يخلص وانا لسه ما عملتش القلقاس. قررت بقى ان انا اعمله، وهعمله لكم بطريقة سهلة جدا تقدر اي واحدة لسه داخلة المطبخ او بتتعلم الطبخ انها تعمله، وما فيهوش بقى جو الناس بتاع زمان ان انا احمر السلق واتعب والحاجة تاخد وقت كبير. لا، احنا هنعمله بالسهل الممتنع، وايه مش بنغسله. واتفرجوا على الشوربه بتاعته، طعمها خطير. اول حاجه عملتها انا جبت معلقه سمنه كبيره كده وحطيت فيها حبهان وورق لورا، وهحمرهم كده، وهنزل بقطع اللحمه بتاعتي واحمرها في السمنه لغايه لما اديها صدمه قويه جدا وشبه انها يعني هتتحمر كده. اقلب قطعه قطعه علشان كلهم ياخدوا اللون المتحمر. زي ما انتم شايفين كده اتأكدت ان كله اتحمر، وقفلت وسبت لغاية لما نزلت المية بتاعتها كلها. والحاجة الحلوة في اللحمة لما تتعمل بالطريقة دي ما بتبقاش الشوربة بتاعتها فيها ريم. فكده انا نزلت بقى بالمية المغلية بتاعتي، وخلاص اللحمة كده جاهزة على انها تقعد تستوي كده. هحط بقى بصلتين واسيب اللحمة تستوي مثلا نص ساعة، وابتدي احط بقى الملح بتاعي واحط رشة من الفلفل الاسود، وهسيبها تكمل السوا بتاعها لغاية لما تستوي. هنا بقى انا هجيب ربطتين من السلق وحزمة من الكزبرة الخضراء، والقلقاس بتاعي دي كانت قطعة كيلو. بجيبها كده زي ما انتم شايفين، بيكون اللون الراس بتاعتها لونها روز او بامبي كده، وبيكون فيها زي كور صغيرة كده، دي بتكون طعمها حلو. هنا القلقاس بتاع اسفة السلق هقطع الراس بس الورقة دي وحرمي العيدان. جمعتهم كده كلهم، هغسلهم كويس جدا وهسيبهم يتصفوا. والكزبرة نفس القصة، هشيل العروق بتاعتها دي او العيدان بتاعتها، وهاخد اللي هو الجزء اللي فيه الورق هغسله برضو كويس جدا واسيبه لغاية لما يتصفى. هنا بقى وجينا اطول خطوة ان انا اقطع القلقاس عشان انا مش بحب اغسله. هوريكم الطريقة السهلة، وهو المفروض كفايدة ان هو ما يتغسلش. تمام، هبتدي كده انا شلت الراس بتاعت القلقاس وهعمل قاعدة يعني، وهوقفه كده وابتدي اقشر القلقاس من غير ما المسه. يعني استعمل فوطة مطبخ نظيفة، يا إما بستعمل المناديل اللي هي بتاعة المطبخ لأنها بتكون سميكة شوية، هي دي اللي أنا بشتغل عليها. بعد ما هقشره كله همسك بقى القلقاس وامسحها كويس جدا علشان ما يبقاش فيها اي حاجة خالص وتبقى جاهزة معايا. والسكينة برضو وانا بقطع كده زي ما انتم شايفين، ابتدي من حين لاخر ان انا امسح السكينة واقطع بقى كل دايرة كده قطعتها في القلقاس. محاولش ان انا امسكه بايدي، وبقطع بالحجم اللي انتم شايفينه ده، بيكون هو صغير قوي ولا هو كبير قوي. وهنا برضو اهو بقطع معاكم. القلقاس برضو ممكن لو انت حابة تخزنيه، بيتخزن كده بعد ما بتقطعيه. ممكن تعصري عليه كده عصرة ليمون، او ممكن تشيليه زي ما هو كده في الفريزر، تاخديه على طول من الفريزر على الشوربة. يعني الخطوة دي طبعا انت بقى لو حابة تخزني بتخزني بالطريقة دي. انا هطبخه على الجاهز على طول. تمام، تكون طبعا اللحمة بتاعتي اوريدي خلاص هي استوت. هنا انا الخطوة دي بقى هعملها ان انا هجيب السلق بتاعي، هحطه في المية اللي بتغلي كده واسيبه ياخد غلوتين علشان هطلعه اصفيه برضو من المية اللي اتغلى فيها. كده السلق بتاعي يعتبر هسيبه يصفي خالص. هاجي هنا احطه بقى السلق احطه في الكبة، وهحط برضو الكزبرة الخضراء معاه، وهجيب نص راس من الثوم اقشرها واروح حطها. اضرب بقى السلق بالكزبرة بالثوم كده،
واتأكد ان انا هقعد اضرب فيهم كده لغاية لما يجيلي في الاخر الخلطة دي زي ما انتوا شايفين كده شبه بقت عاملة زي العصير، يعني مهروسة قوي. هنزلها من الكبة كده في الطاسة اللي انا هحمرها فيها. وهنا بقى اجي للخطوة اللي هي الاخيرة تعتبر، انا هنقل اللحمة في حلة تانية كده، علشان يعني هنقل اللحمة بالشوربة علشان ما يبقاش الحبهان وورق اللورة موجودين مع القلقاس. فهروح واخدة كده بقى اللحمة وحط عليها الشوربة، وهنزل بمعلقة من الخلطة اللي انا عاملاها دي واسيبها تغلي شوية مع اللحمة. وهاجي بقى في الطاسة اللي انا حطيت فيها خلطة السلق بالثوم بالكزبرة، هحط معلقة كبيرة من السمنة، واحط معلقة من الكزبرة الناشفة. هنا خلاص اللحمة كده شربت الطعم بتاع السلق والثوم والكزبرة. انزل بقى بالقلقاس بتاعي كده واروح حط عليه عصير ليمونة، وادي تقليبة كده بالمعلقة، وما حاولش ان انا اقلب كتير عشان ما يتهريش مني. هغطي الحلة واسيبها لغاية لما القلقاس بتاعي يستوي. هنا بقى على نار هادية كده اقعد احمر السلق اللي بالكزبرة، الخلطة اللي احنا عملناها دي السلق والكزبرة والثوم، احمرهم بقى كده لغاية لما اسمع صوت الخروق كده، هتبقى حاجة كده ايه بتخرفش كده هوت، يبقى هو جاهز معايا. وبصوا لونه مش عايزاه يسود علشان ما يغمقش القلقاس. هنزل بقى بالطشة دي على القلقاس وهو بيغلي، وادي تقليبة بقى سريعة زي ما انتوا شايفين بقى الريحة والطعم بتاعه والشوربة بتاعته. في ناس بتقرف تقولك لا القلقاس لازم نغسله، لا القلقاس فايدته بتروح يا جماعة بالغسل. وفي ناس تقولك لا لو اصلي ما تغسلش اصلي الشوربة بتاعته هتبقى ممزلقة ومش حلوة. لا بصوا طعمه جميل، ولما يبات كمان لتاني يوم بيبقى طعمه احلى. الوصفة جميلة قوي وحلوة قوي وصحية قوي ومفيدة قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. كان معاكم لولا عامر.